اسمح لي، ما هي حاجه تجنن كمان يا باشمهندس. ازاي الورق اللي جوه الظرف يتبدل وانت بتقول ان انت قافل الظرف بايدك وانك متاكد كمان ان هو نفس الظرف اللي وصل؟ انا شاكك ان ناهد ليها يد طويله في الموضوع ده. ايوه يا طارق، انا عايزه اقابلك دلوقتي حالا. ممكن تهدي وتفهميني ايه اللي حصل؟ لا مش هينفع دلوقتي، خلينا بالليل. بس وعديني انك تهدي لحد ما نتقابل. مع السلامه. ما كنتش عايزك تعرفي بدري يا غاده. بقول لك ايه، بصي كده الجاكيت ده ولا البينك؟ مش فاكره البينك ده يا بنتي. فوقي ايتم مالك. سوري يا دينا، ما انت عارفه اللي انا فيه يعني. وعشان انا عارفه جبتك معايا هنا عشان تخرجي منه. ممكن بقى تركزي وتقولي لي انهي احلى؟ البينك. طيب خلاص، انا هجيبهولك واجيب لي نفسي التاني. لا انا مش عايزاه يا بنتي، انتي مش قلتي عاجبك وانا عاجبني التاني؟ هعمل بيهم اوردر. ها صح، على فكره العيال جايين النهارده عشان هنخرج. نخرج فين؟ هنسهر كده في فيلا مرسيدس، عارفه؟ لا. دي فيلا كده في التجمع بتعمل برايفت بارتي. هو انت ناسيه بابي فين يا دينا؟ على فكره بقى، انا عملت سيرش على موضوع الكوما ده وما طلعش خطير زي ما انتي فاكره. ده بالعكس، ده في ناس بتخرج منه بتبقى احسن من الاول كمان. عارفه حاجه كده زي ما يكون جسمك محتاج انه يرتاح بعد مجهود، ولما بيرتاح بيفوق. بس دي كل الحكايه يعني. دينا خلي السيرش ده لنفسك عشان انا هروح. تروحي فين؟ انتي بتستعبطي. انا مش في مود خروج وانت عايزه تخرجي. انا هروح. طب خلاص بصي، اقعدي ولما العيال يجي يا ستي نقعد هنا، مش مشكله. لا فاكس يا دينا، روحي انت وعيشي حياتك وانا هروح. ايتن على فكره انا كنت هخرج عشانك. طب معلش بليز، ممكن تقعدي؟ ويا ستي لما انكل يحيى يفوق هنروح له. تمام؟ هتتبسطي على فكره. اوكي، بس انا هروح لبابي دلوقتي. وهترجعي تباتي معايا. ماشي. طب خلاص، انا هلبس واجي معاكي. اوكي؟ ماشي. ما تنطق، ساكت ليه؟ عايزين اقول لك ايه؟ اليوم اللي قابلتني في عيد ميلاد نرمين كان صدفة؟ لو قلت لك هتصدقي؟ جايه ومليانه اتهامات، يبقى اكيد مش هتصدقيني. كلامي ملوش اي لازمه. ما انا مش مصدقة ان نرمين بعد ما قعدت تزن عليا عشان احضر عيد ميلادها، وانا كان بقالي شهرين راجعة من السفر مرمية في البيت محدش بيعبرني، اروح واقابلك هناك وبعدها نرمين تختفي من حياتي خالص وما تعبرنيش حتى بتليفون. يا سلام، وما خدتيش بالك من كده غير بعد 5 شهور؟ لا اخدت بالي، اتنيلت واتزفت واخدت بالي. وعارف اخدت بالي من ايه كمان؟ بعد ما عرفت اللي انت عملته في الشركه فكرت واخدت بالي اكتر ان انت كنت بتستغلني علشان تعرف معلومات. وقال ايه؟ ان احنا بنتكلم وبنفتكر ايام زمان. انت ناسه انك مالكيش اي علاقه بالشركه؟ يبقى هاخد منك معلومات ازاي؟ يبقى انت اللي كنت عايز تموت يحيى. نعم. بالظبط كده. ايوه، انت اللي كنت عايز تموته، عشان كده كل كلامنا كان عن يحيى. صح؟ كل كلامنا كان عن يحيى عشان تاخد معلومات وتعرف تحركاته وتعرف انت هتموته امتى. واكيد طبعا كنت مظبط حد في الشركه يقول لك حياته بره وجوه عامله ازاي. بلاش جنان بقى. الله. انا بعترف ان انا ما قابلتكيش صدفه. كنت هتجنن عشان اشوفك اول ما رجعتي مصر، بس مش عشان خاطر يحيى، لا، عشان خاطرك انت، عشان بحبك يا غاده. واللي عملته في الشركه برضه عشان خاطر كنت بتحبني؟ ده شغل، واللي بيحكموا المصلحه وبس، وانا مصلحتي في الوقت ده ان اخش المشروع معاكم. واللي كان واقف قصاد مصلحتك دي هو يحيى، فكان لازم تموته. ما تعالي بقى وبلاش جنان. الجنان ان انا ما اروحش اقول ليحيى على كل ده، وهو بقى ساعتها هيشوف ان كان جنان ولا لا. ده لو فاق. هيفوق يا طارق. انت فاكره انه هياخدك في حضنه اول ما تحكي له؟ بالعكس، ده ممكن يفتكر انك شريكتي وانك عملتي كده اول ما اختلفتي معايا، وحتى لو ما قالش كده. انت مستهونه يا غاده ان يحيى يبص لك بصت انك السبب في موت ابنه ومراته. انت بتعترف؟ انت بتعترف صح؟ ده كلامه هو، مش معناه ان ده الحقيقه،
غدا، حاولي تفرقي بين الشغل وطريقة الشغل، بين مشاعري ناحيتك. بلاش نغلط نفس الغلطة اللي غلطناها زمان. أنا بعترف إن بشتغل بطريقة مش شريفة وشغلي كله شمال، بس الدنيا كلها كده. عندك مثلا ناهد تسمي بإيه؟ إنها تروح للموظف وترشيه. اسمه إيه الكلام ده بقى؟ اسمه ان انتوا نفس الطينه. انت كنت عايز تتجوز بنت صاحب الشركه وهي اتجوزت صاحب الشركه. عارفة يا غدا، أنا بقيت أكره الشغل والفلوس عشان هم دول اللي بيقفوا بيني وبينك. بس أنا متأكد خلاص أول لما تهدي وتروقي كده وتفكري هتفهميني وهترجعي لي بنفسك. هي مين دي اللي ترجع لك؟ انت ناسي ان انا متجوزه؟ مش أنا اللي نسيت في الحقيقة،